شكل ناقل حركة. هذه الكاميرا الخلفية للسيارة. داخلية السيارة جلد باللون الأحمر. تانك 300 2026 جاي بحجم ماكينة 2000 سي سي تيربو، تعطي قوة 217 حصان والعزم 380 نيوتن. ناقل حركة اوتوماتيك ب8 سرعات بنظام الدفع الرباعي المستمر في عدة وضعيات للقيادة. لتر البنزين يمشيك 13.2 يعتبر ممتاز. إضاءات أمامية LED فيها لد النهاري، كشاف LED، الحساسات الأمامية والشبك وعلامة التانك. الكاميرا الأمامية من أصل 4 كاميرات تعطيك رؤية 360 درجة، فيها نظام تحديد المسار والخروج عن المسار. جنط مقاس 17 هذا شكل الجنط، الإشارات في المرايات الجانبية والكاميرات الجانبية، وفيها نظام النقط العمياء، فيها نظام صفة المرايات. المقابض بنفس لون السيارة، فيها نظام الدخول الذكي وفتحة السقف. اسطبات خلفية LED فيها الحساسات الخلفية ولمبة الضباب، السبير الخلفي والكاميرا الخلفية للسيارة. فتح الشنطة الخلفية بضغط زر. هذه مساحة التخزين في الخلف، فيها منفذ 120 واط. مساحة رجوس المقاعد الخلفية للسيارة والمقاعد جلد، فيها الإضاءة المحيطية، التكييف النص حامل الأكواب، التكييف الخلفي ومنفذين USB ومساحة تخزين. في السقف إضاءة LED. التحكم الكهربائي لمقعد السائق والراكب، فيها نظام التهوية والتدفئة. التحكم في النوافذ كهربائي، نظام طي المرايات الجانبية والسنتر لوك ونظام تأمين النوافذ. التحكم في إضاءة الطبلون ووزنية الإضاءة الأمامية للسيارة، فتح وإغلاق من الانزلاق من نظام المنحدرات. وهذا دركسون السيارة. في الجهة اليمين تحكم شاشة المعلومات الموجودة في الطبلون ومثبت السرعة، في الجهة اليسار تحكم في الأوامر الصوتية. هذا طبلون السيارة. الشاشة تدعم نظام الأبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وهذه الكاميرات 360 درجة. تحكم في أوامر التكييف، فيها شاحن لاسلكي ومنفذ تايب سي ومنفذ USB ومنفذ 12 فولت. هذا شكل ناقل حركة، البريك الكهربائي ونظام الأوتو هولد، والتحكم في نظام الدفع ووضعيات القيادة. حامل الأكواب، التكييف النص ومساحة تخزين. في السقف حامل النظارة وإضاءات LED. هذه فتحة السقف. لا تنسى المتابعة وتشير الفيديو، واكتبوا لنا بالتعليقات رأيكم بالسيارة.